السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين النهاردة الحركة بركة مش كلام وخلاص. النهاردة الجمعة ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين وكل اسبوع وانتم طيبين. انا حبيت اشارككم كده الغدوة بتاعتنا النهاردة هنعمل سمكتين، هتعملي عزومة. بسم الله ما شاء الله، وبطاطستين معانا. هنيجي كده، طبعا انتوا واخدين بالكم من الازازة دي، انا يعني عاملاها فتحة صغيرة كده عشان تعرفين الزيت غلا، فنضطر نوفر بقى. ربنا يعدي الايام ده على خير يا رب. معنا هنا هنعملها صينية سمك بالبطاطس. صينية كده ان شاء الله باذن الله. هنحمر السمك اللي انا وريتهولكم في اول الفيديو، هتقطع بطاطستين، هنعمله ني في ني، لا هنسبك ولا هنعمل اي حاجة تتعب بطننا. هتعملي حاجة سهلة كده وبسيطة وسريعة. هنجيب النهاردة بطاطستين معانا، وقطعنا بصلتين وقرن فلفل كده. عندك الفلفل متاح عندك، بس انا مش عندي الا اللي هو ايه، الفلفل اللي هو الشطة دلوقتي. هنرص كده البطاطس. شوفوا التقطيع دي حلوة معاك عشان ما تتهريش، لان البطاطس الجديدة بتتهري وبتبقى مش حلوة. تقطعها مكعبات، دور كده بصل ودور بطاطس، وقطعي اللي هي الطرنشات بتاعت الدوائر اللي هي البصل. وهنرصهم كده فوق بعض، وهنعمل طبقة من الخضرة او بقدونس رابطة معاكي كده، قطعيها بس، او عشان ما تكتريش عشان ما تغمقش معاكي البطاطس. هنعمل دور تاني، وزي ما عملنا في الاول هنعمل في التاني. سهلة وبسيطة وسريعة وني في ني كده في ثواني، هتلاقي الدنيا خلصت معاكي وانت واقفة. ربع ساعة تخلصي اكلك وانت واقفة، هتحطيه على النار وترتاحي منه. يا حبايبي، يا رب اللي تشوف قناتي تدوس اشتراك وتعمل لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. جبنا هنا الطماطم، طبعا انا ساعات بصفيها وساعات لا، بس هي كده كده ان شاء الله هندخلها الفرن وهتبقى زي الفل. معاكي هنا ايه؟ انا البهارات، انا بحب احط بهارات هنا: كمون وفلفل اسمر وبابريكا، وقصدي الكمون وفلفل اصفر وسبع بهارات وشوية ملح معاكي. انا بحب ارص حاجاتي كده اهو على البوتاجاز جنبي واشتغل وانا واقفة كده، فاهمين؟ ما اقعدش اروح ولا اجي ولا الكلام ده، عشان ساعات حاجات بتنساها كده. عندك مرقة حطي، هنعمل وش زيت، او عندك سمنة، إيه الموجود عندك اعملي. طبعا زي ما قلنا الزيت ايه، غلا، لازم نوفرها، صح يا بنات؟ ربنا يوسع علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب. اللي تشوف قناتي كده وتعمل لي لايك، ربنا يرزقها من اوسع الابواب يا رب، يرزقها من حيث لا تحتسب ويا رب. السمكتين اهم يا بنات، انا حطيتهم في محلول النقع، ميه وليمون او ملح او خل، وحطيتهم كده طلعوا زفارة، وهحمرهم معاكم. حطينا هنا الصينية على البوتاجاز، وهنولع البوتاجاز ونسيبها كده تشتغل مع نفسها. بسم الله ما شاء الله، هتبقى جميلة ان شاء الله. شايفين؟ لا سبكت ولا عملت. طبعا انا حاطه في الطماطم فصين توم كده، شويه توم حلوين كده بيدوا طعم وريحه حلوه. صينيه بطاطس هقللها معانا هنا. افتكرت ان انا عندي ايه، سمنه. شايفين انا فاتحه ازاي، فاتحه صغنونه ازاي؟ لازم توفري، ما تاخديش بالك من الفتحه. ربنا يوسع عليكم يا جماعه، يا رب يصلح حالكم يا رب. اللي تشوفي الفيديو ده تعمل لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللي بتشوفني من اي مكان ووصلت للفيديو ده تقول لي انا من فلان او انا من الدولة الفلانية. بشكر كل اصدقائي اللي بيشاهدوني من مصر وخارج مصر. يا رب يجعلكم دايما مرتاحين في حياتكم ان شاء الله، ومن سعادة ونجاح لنجاح يا رب. اهو شايفين. هنغطي معانا. طبعا الصينية دي مش غطاها، بس انا ايه استقربت. جبنا هنا نعمل شوية رز الشعرية كده ان شاء الله. حبة الشعرية كده لقيتهم يتمة كده يتمة في الدرج، قلت لا مش هرميهم، لازم اجيبهم اشغلهم، من لازم ننضف البيت، ما هنعمل ايه، قضيها باللي عندك. ربنا يعدي الايام ده على خير، اللهم امين يا رب. كل فضل وعدل من عند ربنا، الحمد لله رب العالمين. اهم حاجة الصحة، طول ما الانسان صحته كويسة وطول ما الانسان ماشي بما يرضي الله تبقى الراحة نفسية، مش بالاكل والله، اقل شيء بيقضي. هنا واخدين بالكم فتحت الازازة. شوية زيت كده حلوين، ومعانا هنا حبة الشعرية اليوتما اللي موجودين في الكيس دول. قلت ايه، تعالوا هنا اهو. الشعرية طبعا لو انت عندك رز قليل اعملي شعرية، لان الشعرية بتبقى حلوة في الرز.
لو هتعملي نص كيلو حط عليه معلقتين شعريه، بيكتر الرز. الشعريه بتكتر الرز جميله. يعني مثلا ما تيجي تعملي نص كيلو حط شويه شعريه، هتلاقي الحله معاكي ما شاء الله بايدة رز كتير. انا بعمل كده بصراحه. هقلب كده. ومعانا هنا نص كيلو رز غاسلينه ونقعينه كده ومصفيينه وحاطينه جنبنا. انا بحب اخلي حاجتي جنبي وانا شغاله. الغطا ده مش عايز يثبت بس هثبته، متاخدوش بالكم بقى. المهم الكاميرا عماله تهز مني، الحمل عمال يقع. هنقلب الشعريه كده تقليبه صغيره. قلبناه اهو. رحت اجيب شويه ميه كده من الحوض، شويه ميه سخنين، ميه عندك عشان تحطها للرز على طول، عشان الشعريه بتتحرق بسرعه. وجريت لحقت الشعريه. بصوا الشعريه هتتحرق. ربنا يوسع علينا يا رب جميعا يا رب، وقناتي تكبر بيكوا ليكوا ان شاء الله باذن الله. يا رب اللي تشوف القناه بتاعتي يا رب، يا رب يلم عليا عبيده يا رب في الخير ان شاء الله. انا بتعب والله العظيم في الفيديوهات اللي بتنزل، ومفيش حد بيقدر ابدا كده. والله في قنوات هايفه، وفي قنوات الهيافه دول اللي بيبقوا ما شاء الله بيوصلوا بسرعه. يعني انا عندي محتوايا فما اعرفش فيه ايه. ربنا يوسع علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب، واهدنا الحال وارزقنا يا رب. ارزقنا يا رب وارزق الجميع، اللهم امين يا رب. ادينا بنعمل اللي علينا والباقي على الله ونعم بالله. طول ما في املك في ربنا، ربنا ما بيخيبش. طول ما انت رافعه ايدك وبتطلبي من ربنا، ربنا مش هيخذلك في اي وقت من الاوقات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا هنا معانا الشعريه مع الرز، هنسيب يشرب ميته كده وقلبيه. بياخد نص سوا هو كده، بحيث ما تجيب تفوت عشان سخنه. حطيت قماش فوط المطبخ دي، هتيجي وتحطي الميه بتاعتك. ظبطي ميتك بحيث ان انت ما تخليهاش تعجن. هجيب شويه ميه كمان. هتظبطي اكلك وتسيبيه يشتغل مع نفسه، ونقدمه مع بعض باذن الله. يا رب يعجبكم ان شاء الله باذن الله. طبعا انا في الوقت ده هجهز الدقيق مثلا، وهتبل السمكتين وهقليهم، وهتبقى احلى صينيه سمك جميله بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا على قلوبكم، وتفضلوا معانا. هنغطي الرز ونسيبه. هنا بوريكم الصينيه ما شاء الله شغاله اهي مع نفسها. اول ما اقلي السمكتين حطيتهم مع السمكتين ما شاء الله، ودخلناهم في الفرن اهو بسم الله ما شاء الله. كده الرز معانا خلص اهو. شايفين شكلها جميل ازاي؟ بسمكتين هتعمل لي اكله جميله، وكانوا طعمهم جمال ما شاء الله. انا لقيتهم عندي كده قلت ايه استغلهم، بدل ما ملهمش. لا ما ينفعش اعملهم الاتنين بس، لازم ازود عليهم حاجه بحيث اللي مش هياكل سمك ياكل بطاطس. لان ايه، في عندنا ناس ما بتاكلش السمك، فحبينا ايه نغير. شايفين دخلتها الفرن نشفتها بقت صينيه جميله. اعملوا لايك يا بنات للصينيه الجميله دي. بعد ما قدمتها يا بنات شايفين قدمنا الرز كده، رزه برزتها ما شاء الله مفلفل وجميل. حطينا قرن شطه كده حلو كده، والبطاطس جميله ما شاء الله، لونها جميل وتحفه، ولا تبقى تتعب ولا اي حاجه. ني في ني وبسم الله ما شاء الله. ارجو اللي تشوف قناتي تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.